حتى النهائي باش يفوز بالمقابله. وهذه الخطه تاعو كانت ناجحه منضبطه، وكذلك مبني على حارس لا باس به لي اظن كل واحد يلعب امكانياته وخصائصه. هو اللي عنده الحظ بعض الاحيان في ركلات الحظ هي في نعم. اليوم كان حظ جانب المنتخب المغربي. المنتخب المالي غير محظوظ جابر اليوم، اتيحت له فرصتين في السلسله الاولى وفي السلسله، دخل في السلسله الثانيه ولكن لم يستغل هذه الفرصه. كان قريب جدا هو للتاهل ولكن لم ينجح في ذلك. نعم الأخ عبد العزيز، طريقة تنفيذ ضربات الترجيح بالنسبة لمنتخب مالي وطريقة تنفيذ ضربات الترجيح بالنسبة لمنتخب المغربي تحس وتستنتج أن المنتخب المالي أراد إنهاء المباراة في وقتها الرسمي. صح. لأنه ما نقولوش لم يتوقع الوصول إلى ضربات الترجيح، لكن كان متأكد أنه سينتهي المباراة في وقتها الأصلي. وطريقة تعامل شبان المنتخب المغربي تحس أنهم وصلوا للهدف تاعهم ومتأكدون، حتى كانوا متأخرين بضربتي جزاء، لكن تحس أنهم كانوا متأكدين أنهم راح يفوزوا وتداركوا تلك ضربات الجزاء. أنا والله شوف الأخ عبد العزيز، أنا في هذه ضربات الجزاء أو ضربات الترجيح أنا ما نحبش نسميها ضربات الحظ، لأنه أصبحت تدرس. لاعب في المنتخب الوطني مستحيل ما يعرفش يبلاصي كرة في مكان. أصبحت تدرس هذه ضربات الجزاء، سواء حراس المرمى يدرسون طريقة لعب اللاعبون يدرسون ارتماء الحارس قبل التنفيذ، تدريب يومية أيضا، تدريب يومية، التكرار، لاعبين مختصين في ضربات الجزاء. لكن لا نلوم هؤلاء الشبان، لأنه 16 سنة ما كانش عندهم الاختصاص في هذه الضربات وما كانش التكرار حتى يكونوا مختصين في ضربات الجزاء. إذا جاب النعمون مشاهدينا